اصل انت لابسه نظاره، انت شعرك ريحته وحشه، اصل انت ريحتك مش عارف ايه، الفاظ كده يعني. ما تقعديش جنبنا يزقوها يوقعوها. طفلة عمرها 8 سنين حاولت تنتحر بسبب التنمر. الطفلة حور عندها 8 سنين، عمرها المفروض يكون كله لعب وفرح، لكن حياتها اتحولت لجحيم يومي جوه المدرسة. ومن أول يوم بدأت زميلاتها يتنمروا عليها وعلى لون بشرتها السمراء وعلى شكل شعرها الكيرلي وكمان على نظارتها وحتى على هوايتها البريئة في الرسم. حور كانت بتسمع كلام جارح وحاولت تشتكي لكن مفيش حد سمعها، والأهل كمان حاولوا يتكلموا مع أولياء الأمور لكن مفيش فايدة، وراحوا للأخصائية الاجتماعية اللي اكتفت بكلمتين ومشي الموضوع. ومع كل ده التنمر فضل يزيد لحد ما حور حاولت تدافع عن نفسها فاتفاجئت بضرب من زميلاتها، ولما راحت تشتكي للمديرة، المديرة قالت لها ما تشتكيش تاني وإلا هفصلك. الصدمة كانت أكبر من سنها والضغط النفسي وصلها إنها تحاول ترمي نفسها من شباك المدرسة، لكن لحسن الحظ مدرسة لحقتها في آخر لحظة، وباباها اتصرف فورا وقدم بلاغ رسمي وبدأ حملة دعم عشان ينقذ بنته ويعيد لها الثقة في نفسها. فتفتكروا إيه العقاب اللي ممكن يتطبق مع الأطفال دول؟